لو فكرت في أي حركة بتعملها دلوقتي، حتى لو قاعد قدام اللاب أو الموبايل، هتلاقي إن في سلسلة كاملة من الأعضاء والأجهزة بتشتغل مع بعض زي الجهاز العصبي the nervous system، المخ والحبل الشوكي، والأعصاب هم غرفة التحكم اللي بيبعتوا الإشارة الكهربية impulse للعضلة تقول لها انقبضي، انبسطي، اتحركي. الجهاز العضلي الهيكلي musculoskeletal system، العضلات هي المحرك والعظام هي الهيكل اللي الحركة تحصل عليه. لما الإشارة توصل للعضلة تشد أو ترتخي، وده يحرك العظمة المرتبطة بيها. جالينوس في العصور القديمة كان أول من وصف إن العضلات مرتبطة بالأعصاب. يعني يا شباب، كل ما تتحركوا من على السرير أو ترفعوا شنطتكم، في سيمفونية شغالة جوا جسمك بين الأعصاب والعضلات والعظام. إحنا النهاردة هنتعلم إزاي نستغل السيمفونية دي صح عشان نتحرك من غير إصابة. الفيديو هيمشي كالآتي: التعريف، الأهداف، البري-بروسيجر، والخطوات نفسها، وفي الآخر عامل لك المختصر المفيد بنجمع كل الخطوات في جملة واحدة. نبدأ بأول حاجة، التعريف definition. خليك عارف إن كلمة using بتساوي utilization، يعني الاستخدام. نبدأ بأول تعريف بيقول using alignment المحاذاة، posture الوضعية، balance التوازن عشان تعمل أنشطة زي الرفع lifting، الانحناء bending and moving، الحركة. 2. the utilization استخدام أجهزة الجسم والأعضاء زي العظام والعضلات والأعصاب عشان تحقق مهمة بشكل آمن من غير ما تسبب إجهاد. muscles تاوي المفاصل joints، يبقى المختصر إن بستخدم الalignment وposture وbalance عشان نعم حبة مهام، وبستخدم أجهزة الجسم بشكل آمن من غير ما أجهد نفسي. الأهداف the purpose، ليه أنا بعمل البروسيجر؟ هنا أنت هتحفظ كلمتين: prevent يعني يمنع، وinjury يعني إصابة. والأهداف قايمة على كده، إني prevent injury to the nurse's musculoskeletal system and the patient، بيمنع إصابة الممرضة والمريض، وفي نفس الوقت بيمنع التعب المفرط excessive fatigue. يعني مثلا لو ممرضة بتشيل مريض تقيل من غير ما توازن جسمها، ممكن يحصل لها انزلاق غضروفي pre-procedure. وهنا مطلوب منك تقييم 6 حاجات: الوزن weight، الطول height، وضع المريض position سواء كان نايم أو قاعد، توازن المريض البالانس، وقدرته على تحمل وزنه ability to bear weight. وآخر حاجة تقييم المعرفة knowledge، يعني ما ينفعش أتعامل مع كل المرضى زي بعض، لازم أعرف هو يقدر يشارك ولا لا. عمال أقولك من بدري alignment تعال أقولك دي بتتعمل إزاي. أول حاجة بتخلي راسك الفوق وبظهرك تخليه مفرود، ركبتك بتتنيها حاجة بسيطة، وتنزل تاخد الأوبجكت وتعمل له ليفتنج وتخليه قريب قوي من جسمك. وأخيراً وليس آخراً الخطوات بتاعت البروسيجر always lock wheels on bed or wheelchair، اقفل العجل دايماً، ودي أول حاجة تعملها وانت داخل للمريض عشان أي unexpected movement يعطي أي حركة غير متوقعة ممكن تسبب إصابة. allow patient to assess، سيب المريض يساعدك على قد ما يقدر، ده بيقلل الجهد عليك وبيحسسه إنه مستقل independence. use mechanical aids، استخدام أدوات مساعدة أو شخص إضافي لو المريض نقيل. slide push or pull patient rather than lifting and carrying، سحب ودفع المريض أفضل من إنك تشيله، وده بيقلل الإجهاد العضلي. tighten abdominal and gluteal muscles before lifting or moving patient، شد العضلات دي بيثبت الحوض ويعمل قاعدة قوية تدعم الحركة. use smooth coordinated motions with reasonable speed، بتتحرك بشكل سلس ومنسق بسرعة ثابتة، وده بيستهلك طاقة أقل ويمنع الشد العضلي. يعني مثلا لو رفعت مريض بحركة فجائية، مين اللي هيتأذي الأول؟ أنت ولا المريض؟ غالبا الاتنين، لكن الممرض هيتعرض لشد أو إصابة عضلية أسرع، والمريض ممكن يتأذي لو فقدت السيطرة. If a person assists, plan before beginning، لو حد هيساعدك لازم تحط خطة قبل ما تبدأ الحركة. Face patient to be moved without twisting your back، وجه المريض للحركة، ولما تتحرك حرك الجزء الداخلي من جسمك وما تلويش ظهرك. Place both feet flat on floor، bend knees with one foot slightly in front of the other، هتحط رجلك مفرودين على الأرض وتتني ركبتك حاجة بسيطة وانت مخلي رجلك قدام التانية. When lifting an object، لما تيجي ترفع حاجة من الأرض bend knees، keep back straight، pick object and stand up straight، تتني ركبتك وتكون فارد ظهرك وتمسك الحاجة وتقوم تقف.
الوضع ده بيزود الحمل على عضلات الفخذ بدل الضغط على العمود الفقري. Elevate beds to waist level. بتخلي السرير في مستوى وسطك وتنزل القضبان الجانبية. Carry objects close to body. لما تشيل حاجة خليها قريبة منك. عدم اتباع ميكانيكا الجسم يؤدي إلى حدوث انحناءات غير طبيعية بالعمود الفقري زي السكوليوسيس، كايفوسيس، لوردوزيس. جمعت لك كل الخطوات في جملة واحدة مبسطة. قس أسد شرس نزل وقف. القاف في قس معناها قفل العجلات، والسين معناها سيب المريض يساعد على قد ما يقدر، والألف في أسد معناها استخدام أدوات المساعدة، والسين معناها السحب والدفع بدل الرفع، يعني تسحب وتدفع المريض بدل ما ترفعه، والدال مش معاه. والشين في شرس معناها شد عضلات الجسم قبل الرفع، والراء والسين مش معاه. والنون في نزل معناها نسق الحركات مع الفريق قبل ما تبدأ، سواء كانت حركة منسقة بسرعة ثابتة أو لو معاك شخص آخر ترتب معاه الخطة قبل ما. والزين واللام مش معاه. حرف الواو في وقف معناها ووجه المريض وما تلويش ظهرك، وحرف الفاء معناها فرد رجلك للثبات، يعني قدم قدام وصريف ومستوى وسطك. وحرف القاف معناها قرب الحاجة من جسمك